السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل الكشري المصري. يلا بينا نخش على المقادير. هنجيب بصلة متوسطة في 3 معالق زيت ونحمرهم، واحنا في نفس الوقت واحنا بنقطع البصلة ونحطها على النار تتحمر نكون احنا جايبين العدس بجبة. ده ربع عدس بجبة غسلاه ومنضفاه، منقيه الاول وغسلته ونقعاه في ميه عمال بس محمر البصله. هو العدس المستورد ما بياخدش وقت في السوى، بيستوي بسرعه، مش محتاج نقع يعني كتير. يا دوبك بس انا حاطاه في الميه عمال ما بحمر البصله باللون دوت. هنغمقها، ما تخافيش مش هتمرر ولا تعمل حاجه، زي الرز الصياديه بتاع السمك بالظبط. تمام. واول ما اتحمرت نزلت بلتر ميه عليها، عشان انا هسوي فيها العدس بجبه الاول وبعد كده هننزل بيه بالرز. دلوقتي نزلنا العدس بجبه، هنحط بقى التوابل بتاعتنا. هحط بقى كمون وكزبره وملح بس كده. تمام. الملح برضك انا هحطه قرب بعد ما تستوي عدس بجبه، احط الملح قبل ما احط الرز. انا هنا حطيت الملح بس معلش ما صورتهاش، هي معلقه ملح كبيره. تمام. ودول 3 كوبايات ونص رز. ماشي. وقلبته كده، وكنت حاطه فيها معلقه ملح كبيره. تمام، حسب الكميه بقى اللي انت بتعمليها وظبطتك في الملح. تمام. اول بقى انا سبته شويه على النار، واول ما الميه كده بصوا تقلت ازاي، ابتدي بقى احط الشياطه واوطي عليه، واكون بقى محضره طبعا المكرونه اللي انت عايزه تعمليها. انا في ناس بيحطوا الاسباجيتي او في مطاعم حاطين الاسباجيتي، انا حطيت خواتم والمرمريه الصغيره. تمام. نحضر بقى الصلصه بتاعتنا. ده لتر ونص الشفشق ده، حاطه فيه طماطم وفلفل. وهنا جايبه حله حاطه فيها 3 معالق زيت، وحاطه فيها 4 فصوص توم. ممكن تدوقيه وممكن يبقى متقطع زي الفته بالظبط. وهتحطي طبعا ملح وفلفل. تمام. يعني توابلها بسيطه جدا وكمون. تمام. نجهز بقى التقليه كمان بتاعه البصل. هنقطع البصل بالطريقه ديت رفيع. تمام. وشويه دقيق صغيرين زي دول، وننزل بالبصل من غير ملح ولا هننقعه في اي حاجه وهو ناشف. يعني اقشر البصله واغسلها، وبعد كده اقطعها تبقى على الناشف مفيش اي حاجه، وانزل بيها على الدقيق في الزيت. وعمال ما تتحمر بقى هنعمل ايه؟ احنا الصلصه اللي احنا حطيناها في اللي نعمل بيها الدمعه ما عملناهاش كلها، احنا سيبنا زي ما انتوا القدر اللي انا وريته لكم في الكاميرا كده، ومحضره توم وكزبره وكمون ودقاهم. تمام. وانزل عليها بشويه الطماطم دول، وانزل بالخل، وبعد الخل انزل بالشطه. تمام. وانزل بعدها بليمون. الدقه دي هتخلي لك طعم الكشري تحفه. ما بعملش الدقه ام ليمون، يعتبر فيها كل حاجه. انا حطيت 4 ليمونات وخل وتوم وكزبره وكمون بس. تحفه. وشطه طبعا. تحفه تحفه تحفه. بتخلي الكشري لو وحش طعمه تحفه. عن ثقه جربوها. انا حطيتهم هنا في علب اللي هي بتاعه المستردة والكاتشب، بنحط بيها الكشري. تمام. زي المطاعم يعني، عشان طبعا انا ما عنديش الازايز اللي هي بنحط فيها الدقه. كده احنا الكشري بتاعنا جهز. يلا بقى بينا نغرف بقى الكشري بتاعنا. بص بقى الرز بني وجميل ازاي، طعمه تحفه تحفه تحفه. وبعد كده نزلت بالمكرونه، بعد كده بالصلصه، بعد كده بالدقه بتاعتنا الجميله. المكرونه طبعا بتسخنيها بمعلقه زيت وترشي فلفل اسود وتسخنيها، بتبقى في حله لوحدها. نحط الرز وبعد كده المكرونه وبعد كده الصلصه وبعد كده الدقه. وبرضك لو في حمص، بس انا ما عملتش بصراحه حمص عشان ما كانش متوفر عندي، ما كانش الوقت اسعفني يعني ان انا انزل اجيبه. والله كشري تحفه تحفه تحفه. وما تنسيش الدقه بتاعتي اللي انا عملتها دي اختراعي انا. جربوها ويا رب يكون بألف هنا وشفا عليكم، وجربوه بالطريقة دي وقولوا لي في التعليقات إن كان عجبكم ولا لأ، وبالأخص الدقة اللي أنا عملتها لكم. يلا بقى يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه وأمنه. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة يا حبايبي احنا هنعمل معاكم الزبادي. ده كيلو لبن. تمام. هبتدي اغليه واسيبه يهدى خالص لدرجة يكون احط صباعي فيه ما يتلسعش، يكون دافي زي ما بيقولوا دمعة العين. دافي اللبن، دافي مش سخن، عشان لو سخن البكتيريا اللي احنا هنحطها اللي هي الخميرة بتاعت الزبادي هتموت، فمش هيتعمل زبادي.
فاهم حاجه ما يكونش سخن، يكون دافي. معايا كوبايه زبادي المراعي زي ما انت عايزه حباها، شركات او بلدي عادي. بس انا بحب المراعي عشان يطلع كريمي خالص. وهضربه في الخلاط ضربة كويسة مرتين تلاتة كده. وبعد كده هبتدي اجيب الحاجات اللي انا احط فيها، ان كان عندك علب او كوبايات انا هحطها في الطاجن واحطهم في صينية واقلب كده زي ما انتوا شايفين الخلاط عشان القشطة تتوزع، ومش هاملة كله وهروح الناحية التانية عشان القشطة بتاعة الزبادي ما تتحطش في كوباية واحدة او اتنين والباقي لا تتوزع بايه متساوي مع بعض. والصينية هنحطها ليه نحط القوالب في الصينية ليه؟ عشان هنحط فيها مية سخنة عشان للتخمير. كده انا كله عملت معايا بالظبط 9 كوبايات. مش مالية الطاجن قوي، طبعا هيهبط عن كده. طبعا انا بشيل اللي هو الطاجن عشان احط المية السخنة تكوني محضراها جنبك، ويكون الفرن دافي بالسخن زي ما اتفقنا. المية سخنة ننزلها، ودي التلاتة تانيين نحطهم في صينية تانية كده عشان لازم نعمل لها اللي هو الحمام السخن ده بالمية السخنة. تمام. وهنحطهم في الفرن بالظبط، خد مني 3 ساعات تخمير. وهوريهولكوا اول ما طلعته من الفرن على طول. بصوا عامل ازاي وعامل قشطه، هو طري لسه بس انا بوريكم بهزه اهو، مش بيتحرك ويروح يجي معايا، ماسك نفسه. بس طبعا لما هحط في التلاجة هيمسك اكتر. تمام. انا كنت هنا عندي غطيان بلاستيك، حطيتها غطيت بيها الطاجن وحطيته في التلاجة. وبعد كده طلعت اوريهولكوا بقلبهولكوا اهو من كل الاتجاه. وعامل وش قشطه جميل جدا وطعمه خرافه، كريمي كريمي كريمي. انا هدوقه معاكم ومغذي ونضيف. طبعا اي حاجه في البيت انا مش هقول لكم بقى، يعني كلنا بنحب برضك الحاجات الجاهزه، بس يعني اللي يقدر بقى. هو سهل ما فيهوش اي تعب، ما خدش 10 دقايق مني. انا عماله اكل من طعامته تحفه مش قادره اقاوم. انا هنا بوريكم القشطه، بقول لكم قد ايه ان هو كريمي وجميل. ومغذي طبعا وحاجه نظيفه في البيت. ويا رب يكون كنت خفيفه على قلبكم النهارده. وهو طريقته كده سهله جدا. ويا رب اكون نلت رضاكم. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة منوعات غدا شعراوي. النهاردة هنعمل معاكم عجينة ال10 دقايق للبيتزا ولأي معجنات انت حباها، باتيك أي حاجة اللي انت عايزاه. عجينة تحفة وناجحة جدا وسريعة. احنا معانا أول حاجة في المقادير 2 كوب دقيق. تمام. ذرة ملح أو رشة ملح. تمام. معايا ربع كوب سكر. أنس بقى بيحطوا معايا، معلش وقع الكوباية. هو اللي طالب البيتزا وهو قال انا اللي هساعدك يا ماما. تمام. ومعلقتين خميره، تكوني واثقه من الخميره بتاعتك طبعا. تمام. انا اسالي انا عايزه اقلب، بيقلب اهو. نقلب المكونات الجافه. وبعد كده نحط كوبايتين ميه دافيه، ولا ساقعه ولا سخنه، دافيه. تمام. وهنقلبها كويس كده لغايه ما ندوبها. ممكن لو عايزه بمعلقه بشوكه زي ما انت عايزه، بس انا ايدي اريح لي يعني. هو المنظر صعب شويه بس اعذروني يعني. تمام. هنسيبها بقى العجينه كده ال10 دقايق. دي كده المجموعه الاولى في المكونات، هنسيبها 10 دقايق. امال ايه؟ اقول لكم المقادير المكونات التانية. نص كوب زيت و3 كوبايات دقيق. دي المجموعه التانية اللي هتحط بعد 10 دقايق. اكون حضرت انا بردك، قطعت الفلفل وقطعت الطماطم لان انا هعمل بيها بيتزا ان شاء الله. تمام. بصوا بقى فرت ازاي، بس انا مش عارفه اوريها لكم في الكاميرا، هي كانت فايره. تمام. وبعد كده حطيت 3 كوبايات الدقيق، وريتكم بردك المعيار. وحطيت النص كوب زيت، بس هي مش ما صورتهاش هنا، معلش انا اسفه. حطيت الزيت معاها ما صورتهاش. تمام. يبقى ال3 كوبايات الدقيق مع ليه نص كوب زيت. وبتعجنيها بتبقى كده. طب افرض لزقت في ايدك سنه، انا اديتها رشه نص معلقه دقيق عشان ما تلزقش معايا. بس هي برضك لازم تكون فيها تلزيقه كده خفيفه، زي ما انتوا شايفين ايديا كده فيها تلزيقه خفيفه. تمام. قسمت طبعا العجينه على حسب الصينيه اللي عندك. تمام. طبعا انا مش عارفه اتحكم قوي لان الحامل كان مش معايا ساعتها، فاضطريت ان انا اعمل بايد واصور بايد. فبوريكم الفكره، يعني ان انا بعمل حرف للبيتزا
وبعد كده بالشوكه اخرمها من النص عشان ما تتنفخش. تمام. بص بقى، عجينه ولا اسرع ولا اروع. انا عامله لكم العجينه الناجحه جدا التحفه اللي بالرايب. هنزل لكم الجزء بتاعها برضك في الديسكريبشن او في صندوق الوصف اللي مش عارف. البيتزا بقى العاديه اللي انا عاملاها لكم بالعجينه اللي هي بالرايب، برضك عجينه ناجحه جدا. طبعا انا ما عملتش هنا صلصه ليها، انا بقول لك بقى بنعمل ايه، اي حاجه سريعه. كاتشب بيتحط بيدهن بيه، تحفه تحفه. ودي بواقي كفته عندي محمى مفرومه عاديه، عاملاها كفته كده صوابع في الحله يعني، فركتها وحطيتها على البيتزا. اي حاجه بقى، فراخ اللي انت عايزاه، جبن ماشي. وحطيت الفلفل وبعد كده الطماطم وبعد كده الزيتون. وزي ما اتفقنا معاكم في الفيديو الاول ان احنا بنخش في الفرن نديها تشميعه وبعد كده نطلع نحط لها الموتزاريلا. تمام. والموتزاريلا لازم تكون مفكوكه، ما تكونش مجمده. تمام. العجينه دي السريعه اللي هو انت عايزه تنجزي. انا فعلا ابني طلبها مني عشان كده صورتها لكم، قال لي يا ماما انا عايز بيتزا. هنا اتشمعت شويه بس انا هنا يعني انا يعني بقول لكم اهو، انا قرصت عليها شويه في السوا، بحطها فوق في الرف علوي، ما بحطهاش تحت. تمام. ما بتاخدش 5 دقايق. وبعد كده بحط الموزاريلا زي ما انتم شايفين، جبت دومتي مفكوكه ودخلتها وطلعت بالمنظر ده وطريه وجميله جدا. وهوريها لكم من جوه كمان، وهوريكم السمك بتاعها. على فكره ما كنتش خرمتها كانت نفخت عن كده، بس لازم انت تخرميها بالشوكه. بصوا عامله ازاي. عايزه تزودي العجينه انت براحتك، بس هي العجينه كده بتبقى تحفه وهشه جدا. يعني كأنك انت مش حاسه بيها اصلا. بصراحه عجينه عمليه وموفره وسريعه جدا. ما حطيناش رايب ولا اي حاجه. بس انا بحب كل فكره افكوا بيها. اللي حابب يعمل الطريقه الاولى يعمل، اللي حابب الطريقه التانية يعملها. شايفين بقى عامله ازاي، خطيره خطيره خطيره. انا بقى حبيت اعمل لكم واحده تانية برضك، يعني عملت صينيتين والبقيه العجينه شلتها في الفريزر. بصوا بقى المنظر. دي كده بعد ما خدت التشميعه وحطيت الموتزاريلا. بص بقى هنا فاتحه شويه في السوا. انا عشان قلت لكم زي ايه، انا بقى بتكلم معاكم بصدق يعني. التانية انا زودت عليها في ايه، في السوا شويه. تمام. يا رب تكون بقى العجينه دي بتاعتي تكون عجبتكم، وطريقه سريعه وجميله جدا. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسنيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب. واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا معاكم في فيديو جديد من قناة منوعات غدا شعراوي. هنعمل جلاش بالبسطرمة والخضار. معايا طماطم وفلفل أخضر وزيتون شرايح، ومعايا بيضة عليها فلفل وملح، ذرة ملح صغيرة. هحط شوية من البيض على الزيتون والفلفل والطماطم وأقلبهم. ده هنبقى نحطه في الحشو وهنحطهم بس على جنب دلوقتي. تمام. والموزاريلا زي ما قلت لكم تبقى مفكوكة، ما تحطهاش مجمدة. هحط شوية من الموتزاريلا على الزيتون والطماطم والفلفل واقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى سمنة، معلقتين سمنة كبار على زيت، وهسيحهم كده واروح ادهن بيهم الصينية من الجناب ومن الحروف. وابتدي ارص بقى ورق الجلاش. ياريت بقى تجيبي جلاش نوع كويس او تكوني مجرباه نوع يكون كويس. وزي ما قلت لكم بنقطع الطماطم والفلفل زي ما قلت لكم تقطيعه كده صغيره، تدي حشو وطراوه طعم تحفه. طبعا انا بحط الجلاشه، ورقه الجلاشه على قد الصينيه. المره دي تانيت من الشمال، الناحيه التانية من اليمين، وبين كل طبقتين كده جلاش ادهن بالسمنه، سمنه وزيت. سمنه بقى عندك زبده، عندك سمنه عاديه يعني اللي متوافر، بس يا ريت سمنه وزيت عشان يدي طراوه. زي ما انتوا شايفين اهو، بتني مره من اليمين ومره من الشمال. تمام. وبعد كده ابتدي بقى احط الورقه دي بالنص بالطرفين، ودي البسطرمه. طبعا الحشو ده بتاعك، عايزه تحطي بقى فراخ زي ما بنعملها باللحمه، سجق، اللي انتي بتبقي حباه. انا عملت قبل كده معاكم المكرونه بالسجق والبسطرمه. برص كده البسطرمه في قاع الصينيه على ورقه الجلاش. بس عايزه اقول لكم اقسم بالله طعمها خطير جدا. لو عملتيها كده مش هتعملي اللي باللحمه خالص، وجربوها وشوفوا يعني
بقول لكم كلام صدق ولا لا؟ هقطع بقى كده البسطرمه واحط بقى ايه الحشو اللي احنا عاملينه بقى، الموتزاريلا بالزيتون بالبيض. سبت شويه بيض عشان احطهم بردك على الوش، وهبتدي بقى اوزع زي ما انتوا شايفين كده. اوزع الطماطم والفلفل والزيتون والبيض والموتزاريلا. بحرك الصينيه لان البيض امشيه في كل حته في الصينيه يعني. وسايبه بقى جنبين صغنطتين كده اللي هو قفلت على الحشو عشان ما يقعش، وبرضك هقفله تاني. هوريكم دلوقتي ازاي. بعدك رجعت تاني اقسم هنا وهنا كده ودهنتها. وابتدي احط ورقه بقى ان انا ايه اخدها. شايفين ازاي؟ زي ما كنا بنعملها في صينيه الجلاش، ان انا ايه من الجنبين تبقى مقفوله، الحشو ما يطلعش بره ما ينشفش. واللي بعد كده احطها في النص عادي، وبعد كده اقفل بالاخيره. وهنحطها بقى في فرن سخن. اول ما تاخد تشميعه من تحت نبتدي بقى نحط ايه بقيه الموزاريلا على الوش. عندك رومي حطي رومي حسب الجبن اللي عندك، ما تقيديش نفسك يعني. مفيش موتزاريلا خالص مش مشكله، بالعكس والله ممكن من غير موتزاريلا بتبقى طعمها جامد جدا، بيبقى طعم البسطرمه واضح قوي كمان فيها. اديني قفلتها زي ما انتوا شايفين اهو. وابتديت بقى اقطع اهي. تقطعيها بردك حسب ما انت عايزه، سمبوكسات عايزه مربعه زي ما انا بعملها كده، صغنطوطه بحبها كده يعني، مش صغيره قوي يعني. وهيكون بردك محضره معايا شويه لبن على شويه البيض بقى اللي انا سبتهم دول في الاخر. دول هدهم بيهم بردك وش الصينيه عشان بيدي طراوه للجلاش جامد جدا. تمام انا كده قطعتها خلاص. وهجيب بقى البيض عليه اللبن مقلباه، شويه البيض اللي اتبقوا صغيرين يعني. هدهن سمنه على الوش، بقيه السمنه والزيت بقى اللي معايا، لو حتى اقل من دول مش مشكله يعني. ده شويه البيض زي ما انتوا شايفين اهو. هحط عليهم شويه اللبن واروح حطهم في كل الصينيه، وبرضك امشي الصينيه يمين وشمال عشان اللبن ينزل ويتغلغل في كل الصينيه. ابتدي بقى ايه الموتزاريلا دي بقولكوا هحطها في الاخر مش دلوقتي. اهي شفتوها في الفرن خدت تشميعة اهي، شايفه اللون اللي خدته اتحمرت من تحت. اول ما ابتدت تاخد وش من فوق حطيت لها الموتزاريلا. وادي ايه لما خرجت سخنه كانت مولعه، فانا مكنتش عارفه اتعامل خالص ولا امسكها اصورها لكم كويس. طبعا انا قادره اصورها لكم كده عشان مش لامسه الجلاش، لكن هحاول على قد ما اقدر ان انا ايه اوريها لكم. بس والله سخنه جدا، وبوريكم ان هي هشه وطريه. اهم حاجه الطراوه دي كمان عشان الاطفال اللي يعرفوا ياكلوها. حاولت اطلع لكم من النص عشان اعرف امسكها وبرضك معرفتش. وقعت مني يا بس لما بقت تقع بقيت احط في الطبق. ادي تاني اهو. عايزه اوريها لكم بس طبعا شايفين البخار يعني. حاولت اطلع على قد ما اقدر. منظرها حكايه والطعم حكايتين تلاتة اربعة. جربوها بالطريقه دي مش هتندموا. ومتنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وهسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي منوعات غادة شعراوي. هنعمل معاكم النهاردة علي، مفيش حد طبعا ما بيحبهاش، جميلة جدا ومغذية. أنا جبت أم علي اللي هي جاهزة دريم. هتبتدي أوريها لكم دلوقتي. عاملة 13 جنيه. دي بتحطيها جاهزة عجينة الملفيه. ومعانا كيلو لبن هنحليه حسب الرغبة. أنا حليته بمعلقتين سكر كبار بس مش متصورة. تمام، وانتي حابة تزودي عن كده زودي، مش حابة خلاص. ومعلقة زبدة أو سمنة بلدي، برضك حابة تحطي السمنة ديت، حابة مش حابة براحتك. دي حاجة مغذية للطعم وتقوي الطعم مش أكتر. والسكر على حسب رغبتك. دي طواجن صغيرة، أنا حابة الطواجن الصغيرة عشان تبقى على القد. وده كريم جانتيه ومعايا قشطة. طبعا كريم جانتيه معلقتين لبن مع 3 معالق كريم جانتيه وضربتهم في الخلاط تمام من غير ما اضرب. والمكسرات الحشو زبيب وسوداني جوز هند، ده المتوافر عندي. عندك متوافر فستق لوز بندق، يا ريت يعني، بتبقى جميلة جدا وبتبقى زي بتاعت بره.
عندي بقى قطعة بواقي فطير. عايزة اقولك ان الملفيه دوت ينفع فطير، ينفع ماشي حالك، جلاش ينفع، رقاق ينفع، ماشي امورك على حسب المتاح. دي قطعة فطيرة مرضتش ارميها، كسرتها في الطواجن، هم حبة صغيرة بس بردك طعمت الطواجن بيها، وطبعا طعمها تحفة تحفة تحفة. طبعا قطعة الملفيه دي الكبيرة، الباقي كانت مكسر جاهز لوحده في الكيس. لو كبير بتكسريه وبتحطيه في الطواجن كلها بالتساوي يعني. وزي ما قلتلك انتي عندك اي حاجة اعمليها، ما توقفيش حالك على حاجة معينة. بس طبعا زي ما قلتلك العجينة الاصلية اللي هي الملفي. طبعا بقى احنا هنرص كل الملفي على الطواجن بالتساوي، وبعد كده هنبتدي نحط المكسرات. وبرضك المكسرات على حسب الرغبة، مش حابة تحطيها خالص براحتك، بس طبعا المكسرات بتدي طعم جامد جدا على حسب الرغبة برضك. هبتدي اوزع برضك المكسرات على الطواجن كلها برضك بالتساوي. في فستق، في لوز، بس ده متوفر عندي، بندق، كله يعني اي حاجة بتنفع. كده انا وزعتها بالتساوي. هجيب بقى اللبن السخن اللي زي ما قلتلكم حلياه بسكر ومعلقة سمنة، زبدة مفيش بلاش. هبتدي اوزع اللبن بالتساوي برضك على كل الطواجن. بعد ما زودتها كلها هبتدي بقى اجيب كريم الجانتيه على الوش. بقول لكم هنا الطاجن لازم بسيب له مسافه شويه عشان ما يفرش في الفرن، لازم تسيبي له سمك كده شويه عشان لسه هنحط له الكريم جانتيه، طبقه الكريم جانتيه وال القشطه. هبتدي بقى كريم جانتيه كل واحد كده معلقه، معلقه ونص. ده بيديله طعم شكل كريمي وطعم جميل. طبعا ده برضك بيقوي الطعم. طب افرض انا ما عنديش كريم جانتيه مش متوافر معايا، خلاص قشطه بس. القشطه هتديكي وش وهتدي طعم غني برضك. وكل الحاجات دي زي ما قلت لكم مقويه للطعم. وطبعا انا عاملاه في طواجن. الطواجن على فكره باينه في الصوره كبيره شويه، هي صغيره حلوه يعني، ما بتبقاش تقيله قوي. واحب احطه في التلاجة يبقى ساقع قطع قطع، احسن ما اقطع من طاجن كبير. انا كنت ممكن احطه في طاجن واحد وخلاص. كده انا وزعت كريم جانتيه بالتساوي كله على الطواجن. تمام. ابتدي بقى ارب القشطه عشان كانت ماسكه، واوزعها على كل الطواجن برضك بالتساوي. ما نقعدش برضك الطواجن في الفرن كتير، يا دوبك نديها الوش الجميل اللي بنحبه كلنا ونطلعها من الفرن. ما كملتش 5 دقايق في الفرن. ده وشها هو اغمق في الصورة طبعا، في غير التصوير اغمق من التصوير، يعني التصوير طالع ان هو فاتح. كده تحفة جدا. الوش انا عاجبني كده جدا، مش ما رضيتش اقرص عليه اكتر من كده. وطبعا لو انت حابة طبعا ولعت الشواية من فوق على طول. تمام. بس طبعا الفرن يبقى ساخن من الاول، في رف اوسط، والفرن يبقى سخن. دلوقتي انا بقى بقول لكم طريقه تقديم كده للاطفال. ممكن نحط لهم بردك معلقه عسل نحل كويس، واطباق تاني تحط لها مكسرات بندق ولوز وحاجات من دي، او جوز هند بردك من الفوق، ويتقدم ساقع. واتمنى بقى اكون عجبتكم طريقتي في عمل ام علي. وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. مع الف سلامه. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي منوعات غدا شعراوي. النهاردة هنعمل معاكم صينية بطاطا الحلوة. تمام، يا رب بس تنول إعجابكم. دلوقتي أنا معايا دي كيلو إلا ربع بطاطا، قشرتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا يعتبر كوبايتين مية، اللي هي الكوباية الكبيرة دي. تمام. ومعايا كوباية إلا ربع كده سكر، نحطها كده عليها. تمام. وهنوطي عليها النار ونسيبها لغايه ما تستوي ونرجع لكم. نعمل معاها كمان بشاميل، بس مش بشاميل بقى الحادق بتاع البشاميل بتاع المكرونه، لا هنعمل بشاميل حلو. هيبقى بدل الملح هنحط سكر وهنحط فانيليا. تمام. معايا كده كيلو الا ربع لبن. اللبن ده على حسب ما انتي حابه، يعني تزوديه تقلليه. تمام. ومعانا معلقتين دقيق كبار.
معايا هنا في الحله معلقتين سمنه او زي ما انت عندك دقيق، بس طبعا لو سمنه او زبده بتبقى احلى. هنحطهم هنا في الحله تتقدح زي البشاميل بالظبط الحادق اللي بنعمله. تمام. وهنحط بقى معلقتين دقيق كبار. انا كده حطيت معلقتين دقيق كبار مليانين. طبعا هنحمر الدقيق وننزل عليه باللبن. تمام. والفانيليا. هنحمر الدقيق ونرجع لكم. هنا زي ما قلت لكم بعد ما حمرنا الدقيق اهو هننزل باللبن. بسم الله. اهو تقل على طول اهو، بس انا هنديله بردك تقريبا لسه كده على النار يتقل اكتر. تمام. طبعا كل واحد ودقيقه، يعني لو المعلقتين ما كفتيش ممكن تحطي 3. انا بقى مش هحط هنا سكر خالص، مش هحط هنا سكر خالص عشان انا حاطه في البطاطا سكر وهي سكر، فكفايه ايه سكر في البطاطا بس. واحط بقى الفانيليا على البشاميل، كيس فانيليا. تمام. اهي نسيبها بقى شويه على النار كده، نقلب فيها ومش مكلكع اهو الحمد لله على طول اهو، محتاجش حتى لو كلكع منك زي ما قلنا نضربه في الخلاط. تمام. هنسيبه حبه هنا اوريكم القوام بتاعه اهو، تقيل شويه اهو، ميبقاش خفيف قوي، نتقله شويه. تمام. ونرجع بقى للبطاطا. حابه اوريكم هي قربت خلاص دخلت في السوا اهي، او بس البكبكه البسيطه دي كده الجوس البسيط ده ينشف شويه. هنبتدي بقى طبعا ندعكها بالهراسه او بالشوكه زي ما هيكون عندك. هنخليها كريمي خالص بس نصبر عليها شويه. تمام. اهي كده خلاص هي استوت البطاطا، والميه بتتشرب خلاص ما فيهاش فيها اي ميه. وزي ما قلت لكم البشاميل انا مش حاطه عليه سكر عشان دي خلاص انا حاطه فيها سكر ومسكره، فعشان ما يبقاش السكر شديد قوي بتاعها. كمان الناس اللي مثلا عندها سكر او حاجه حتى لو كلت ايه معلقه صغيره منها ولا حاجه ما تتعبش. عامه هي اكله حلوه مفيده للاطفال جدا، لان احنا اطفالنا محتاجين نشويات وسكريات، وفيها لبن كالسيوم ومفيده جدا. تمام. هنطفي عليها بقى ونهرسها كويس ونحطها في الصينيه ونرجع لكم. اهي بقت ناعمه جدا جدا جدا. وهنا حطيت طبقه خفيفه جدا من البشاميل في الصينيه اللي هحط فيها البطاطا. هنحط بقى البطاطا في الصينيه ونرجع لكم. كده البطاطا اهي حطيناها، وزي ما قلنا لكم حاطين طبقه البشاميل خفيفه من تحت. تمام. وعليه الصينيه اهي سويناها بطاطا في الصينيه. هنبتدي بقى ايه نحط واحده واحده مع بعضينا كده ايه البشاميل كده اهو في كل الصينيه. هنسويه ونرجع لكم. كده حبايبي سوينا البشاميل اهو من فوق اهو بالمنظر ده. البشاميل كده اتسوى مع فوق. هنحطها في الفرن 10 دقايق فرن سخن. هدخله بس نديها وش ونطلعها وهكون جاهزه ان شاء الله. ودي شكل النهائي للبطاطا بعد ما خلصت. انا ولعت الفرن الاول من تحت، اول ما ابتدت الوش هنا كده يصفر كده شويه رحت ولعت الشوايه، بس الشوايه حرقت على طول زي ما انتم شايفين كده من فوق، بس هي يعني حلوه وطريه اهي. بس طبعا هي سخنه مولعه يعني مش هقدر ان انا اقطعها دلوقتي، هسيبها تبرد وتستهدى واحطها في التلاجة وبعدين هوريها لكم لما ايه اقطعها. هطلع لكم قطعه اهي البطاطا اهي اندمجت مع البشاميل اللي من تحت، واهي منظرها اهي. يا رب تكون نالت اعجابكم وطعمها خطير جدا، وجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وبالنسبه للاطفال حاجه جديده مش هياكلوها بالطريقه المعتاده، هتعجبهم جدا هتعجبهم جدا جدا جدا. بصوا بقى انا طلعت لكم قطعه من الصينيه بعد ما بردت في التلاجة بتتقدم ساقعه. بصوا السمك بقى البطاطا عامل ازاي جديده ومغذيه للاطفال، مش طالعه بالطريقه التقليديه. نغير لاطفالنا كده
بصوا اهي جميلة جدا وطعمها خطير جدا جدا. يا رب بقى لو الفيديو بتاعي عجبك ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناة منوعات غادة شعراوي. اشوفكم على خير حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة منوعات غادة شعراوي. هنعمل معاكم العيش التورتيلا. مقاديره سهلة وبسيطة. كوبايتين من الدقيق ونص، كوبايتين ونص من الدقيق، كوب لبن، وممكن نستبدله بمية بس اللبن أفضل يعني. نص كوباية زيت، رشة ملح ورشة سكر. نبتدي بقى نجيب بولة. كده احنا حطينا الدقيق في البولة. طبعا احنا ممكن نحتاج تاني دقيق في العجن. تمام، احنا كمان كوباية اللبن ممكن ما نحطهاش كلها. تمام، احنا دلوقتي هنحط رشة الملح والسكر اهو. تمام، نجيبهم كده اهو، وهنحط الزيت اهو. واحط بقى الاول ايه عشان دي كوبايه لبن كبيره. تمام، الكوبايه دي حجمها اكبر من المج العادي. نحط دول كده ونشوف لو احتاجنا تاني، احتاجنا دقيق تاني للعجن بناخد. وهنوريكم دلوقتي سمك العجينه. هقلبها في بعض، اخليهم يعني يندمجوا مع بعض ونرجع لكم. دلوقتي بقى احنا ايه اللبن اهو حطيته، ده المقدار اللي احنا حطيناه. هحط ايه بقيته كمان. تمام، احنا اهم حاجه سمك العجينه هيكون طري بس متماسك. تمام، هنعجنها، نفضل نعجنها كده ونخدمها في العجن. تمام، طبعا عشان تبقى متماسكه شويه هنا احط لها شويه بقى ايه رشه دقيق كده على حسب ايدك وانت بتعجني، كل دقيق على حسب ما بياخد. تمام، هي بتمسك اهي متماسكه اهي، بس طبعا هنلمها برضك بشويه دقيق ناشف. ثواني معايا كده، انا حطيت رشه دقيق اهي وبعجن بيها. وبعد كده عشان اعرف كمان اتحكم في البوله اكتر انا هطلعها على الرخامه كده اهو. تمام، برشه الدقيق دي كده وايه هخدمها في العجن ايه كده، لازم تتخدم في العجن جامد معاكي. وبعد كده ايه هنقطعها بولات صغيره، كور صغيره، ونسيبها ترتاح عشان لما تيجي تفرديها تفرد معاكي، ما تتعبكيش. لو هي وانت بتفرديها مطت معاكي تاني يبقى ايه لسه انت ما سبتهاش ايه تت يعني ما سبتهاش ترتاح. تمام، هعجنها بقى كده تفضلي تخدميها كده وتفضلي تعجني فيها كده. واول ما اخلصها ايه من العجن تاخد لها كده 10 دقايق عجن بالطريقه دي. تمام، ونقطعها مع بعض. العجينه اهي بعد ما عجنتها. بصوا بقى العجينه منظرها عامل ازاي، بصوا عامله ازاي. انا ما حرضتش احط اللبن كله ليه بقى مره واحده. افرض الدقيق مش محتاج يعني ما بياخدش سوائل كتير، هو حسب نوع الدقيق. هي خدت كوبايه اللبن بالظبط مظبوطه مع الكوبايتين ونص والرشه الصغيره اللي انا وريتها لكم، اللي انا الم بيها والله اكبر يعني، ولا لزقت ولا حاجه اهي، ولا لزقت ولا اي حاجه. والملمس بصوا طري ازاي، طريه. ماشي، احنا مش عايزينها ناشفه. طب افرض ناشفه واللبن مثلا خلص او انت عاملاها بميه، بتديها شويه ميه بسيطه بردك حبه حبه لغايه ما تبقى بالقوام ده، انت اللي بتشوفي بعينيكي وبنظرك. تمام، انا مش عارفه اوضحها لكم يعني ايه. بص ازاي هنعمل ايه بقى. هي كده عجينه اهي، طبعا زي ما قلنا كده بنعجنها كده وبتقعدي تمطي فيها وتمطيها تمطي فيها كده اهو وتضميها. ماشي تمام. هنعملها بقى كور صغيره ونسيبها ترتاح من نص ساعه كده لتلت ساعه، نص ساعه. ممكن احنا نسيبها ترتاح وبعد كده نقطعها كور ونسيبها ترتاح 10 دقايق، بس انا هقطعها على طول مره واحده واسيبها ترتاح واغطيها عشان ايه ما تنشفش. اديكوا برضك فكره التقطيع ان انا هحاول اقطعهم كلهم قد بعض. عملتهم كده عمود وهقطعهم كده كور صغيره. على حسب ما انت عايزه، العيش كبير على حسب الطاسه اللي عندك. تمام، فهنقطع كده بالسكينه، تقطعيهم وتكوريهم كور. تمام، والنشابه اهي طبعا معانا هنحتاجها دلوقتي نفرد بيها. تمام اهي اهو قطعتها بالسكينه النونه دي اهي. قطعتهم اهو، انا ما رضيتش بس انا بوريها لكم مرحله مرحله مرحله. تمام، قطعناهم بالسكينه كده اهو اهو كده اهو، قطعتهم كده. تمام، وبعد كده نكورهم بقى كده. انا اهو عملتها كور صغيره. ماشي، وهسيبها بقى ترتاح نص ساعه كده اهي الشكل ده كده. عملوا معايا 7 كور اهو. هنغطيها طبعا لو بستريتش عندك او فوطه مطبخ نظيفه، وهنسيبها ترتاح نص ساعه ونرجع نعجنها تاني. نفردها مع بعض بقى ونحطها على الطاسه.
ده كمان بينفع حتى لو ما عندكيش عيش، ممكن تعمليه في ثواني مع بعض. ثواني يعني يبقى معاكي عيش. فهو جميل وهيعجبكم قوي. تمام، هنسيبها بقى ترتاح ونرجع لكم تاني لما ترتاح. سيبيها نص ساعه كده. بعد ما سيبناها نص ساعه ترتاح اهي، هناخد بقى كده واحده كده. تمام اهي، هتتفرد بقى معاكي بكل سهوله، وهيكون معانا زيت هنا. تمام، هنفرد بيه. معانا الكرة نفردها. وانا عامله طاسه على البوتاجاز، قلبها بتاعه البيتزا، قلبها على عين واطيه تسخن. وهحط عليها طبعا العيش اللي انا عملته ده. خليها سمكها اقل من نص سنتي. تمام، هي مش مدوره قوي عشان مش مالكه، معلش. هفردها واحطها على الصينيه بقى وارجع لكم. كتير قوي حصلت لي، الطبق اتكسر ومش عارفه اصور لكم. المهم يعني جيت انا بس اخر واحده، فكره ان انا دي كانت محطوطه هنا، بس انا عشان التليفون كمان فصل ما كنتش واخده بالي ان التليفون هيفصل. فالعيش اهو بيبقى متحط، هو وشه اتحمر، بس انا حبيت اوريه لكم. يعني الطاسه، فكره الطاسه المقلوبه اللي هي بتاعه البيتزا. وهو كده كده خلاص، هنا الوش ده اتعمل اهو، ده الوش التاني. دي بقى فكره انا هوريكم التاني برضك. دي انا عاملاها مدوره صغيره. التاني انا كنت بفردها قوي، لان انا ما بحبش السمك التخين، وهو مش تخين يعني، مش تخين قوي برضك. تمام، بس ده السمك اللي هو عشان اطلعه مدور على قدر ما يكون يعني. تمام. هوريكم التاني طبعا. بسيبه كده زي ما انتوا كنت عايزه اوريكم، هو بيستوي والله، بس الطبق اتكسر اللي عليه العيش ورميت واحده وعليها ازاز. والتانيين موجودين، بس هوريها لكم شكلهم عامل ازاي عشان انا كنت بفرده قوي. دي بقى الصغيره، مش صغيره قوي اهي، حجمها اهو. بس حبيت اوريكم فكره الطاسه المقلوبه عشان اللي ما عندوش مثلا طاسه كريب او طاسه اللي بيتعمل فيها. تمام، احنا طبعا هنعمل بيها شاورما، بس انا فكره الشاورما هنزلها لكم لوحدها يعني. اهو بس اوريها لكم برضك الشاورما اهي بسويها. تمام. آه انا بس عشان شويه حاجات حصلت لي وانا بصور، تليفون فصل، الطبق وقع بالعيش في الارض اتكسر. ف بس قلت برضك هصور هوريها لكم برضك عشان كنت عايزه اوريكم الشكل النهائي اهو. العيش اهو من ناحيتين، هوريكم الجنب التاني اهو. بس هو لسه انا بديله شويه. واهم حاجه، اهم حاجه طبعا في العيش ده انك تشيليه على طول، عشان لو هتلفيه سندوتش رول او كده، تلفيه تحطيه في شنطه او طبق عليه فوطه طبعا، تلفه عليه عشان يبقى طري، عشان ما ينشفش منك ويتكسر، وتعرفي تعمليه زي ما انت عايزه اهو. تمام، هو حتى كان بيسخن، كان بيعمل كده فقاقيع، بس كنت عايزه اوريكم ده كله طبعا، بس هعمله لكم تاني ان شاء الله اهو. هو كده خلاص. انت كده كده بتسويه تاني مع الاكل، او انت لا تسويه قوي، تعمليه كعيش تاكلوا بيه لو مثلا مفيش عيش ولا حاجه. طعمه جميل جدا والله جدا. تمام اهو. بس انا كنت حابه التاني افرد وسط العيش التورتيلا كله اهو. دي اخر واحده اللي احنا عاملاها، بس هو سخن اهو والله، مش عارفه، مش قادره امسكه حتى اهو. طلعته كله عشان اصوره لكم، بس طبعا ده بيتحط في كيس، انا حاطاه في كيس. تمام اهو. ده اللي انا عملته، ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، اللي انا كنت شايفين صابعي منه، عايزاه شفاف قوي، فمش مطلعاه مدور قوي يعني. وكده كده يعني ممكن اهو بيتلف رول اهو. عشان لو لفينا رول اهو، اهو خليه بعيد كده عن العيش اهو، ملفوف رول طري اهو، مش بيتكسر. تمام، ودي واحده كمان اهي، بس شكله يعني انا وريت لكم شكله من بعيد اهو، مش مدور. دي كانت واحده صغيره. تمام، ودي حاولت برضك اعملها لكم صغيره اهي مدوره. ودي بص بقى، دي بقى ايديا كلها شفافه منها لو ملاحظين. بص الشفافيه بتاعته، هو ده يعني ان انا كنت باجي امسكها بعد ما بعملها من الشبه. كان نفسي اوريكم الكلام ده. بتعمل شكل بقى مش مدور يعني. بص حضراتكم مثلا مبوز من هنا كده، مش مدور. تمام،
عشان اعمل مدور ده كده اهو، ودي اهي تمام، ودي اهي حاولت برضك افردها على قد ما اقدر تمام، ودي كمان اهي اهي. دي بقى ايه الوحيده اهي المدوره خالص اهو وطريه اهي، تضميها كده اهي اهي، بس دي سمكها تخين شويه اهو اهو. ده العيش، يا رب يكون عجبكم. هعمل لكم بردك شاورما، طريقه الشاورما انا بعمل شاورما لحمه هعملها بيها والطحينه، وهظبط الدنيا وان شاء الله هعملها لكم حلقه لوحدها. ويا رب اكون بس كنت خفيفه على قلبكم وقدرت افيدكم. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من منوعات غدا شعراوي. النهارده هنعمل مكرونه بالبسطرمه زي البشاميل بس مش بشاميل. ازاي بقى؟ ايه المقادير اللي هنعملها هنستخدمها مع بعض؟ طبعا انا مش هستخدم الكميه دي كلها، بس ده جبنه شيدر مبشوره ربع، وتمن بسطرمه، وتمن رومي، وده ربع موتزاريلا برضك عندك اقل ماشي على حسب اللي عندك، ولبن تمام، والمكرونه مكرونه اقلام تمام. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين حاطه المكرونه الكيسين الصغيرين اللي هم 400 جرام بتتسلق. هسلقها برضك مش سلقه قوي تمام. وعندي بواقي السجق اهي بسخنه اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في الحلقه اللي قبل دي، برضك هحطهم مع البسطرمه. هي بتتعمل بالبسطرمه بس او بالسجق بس او اي حاجه حشو زي ما انت تحبي على حسب الرغبه، بس انا هحط معاها السجق ما دام عندي بواقي سجق احطها معاها تمام. نستنى بقى المكرونه تتسلق ونعمل ايه مع بعض. كده معايا اللبن اهو حطاه، هو عامل النص كيلو بيبقى عامل كوبايتين ونص. هنحط عليه ربع معلقه ملح ونص معلقه فلفل وبهارات، نص معلقه بهارات تمام، مش هنحط اكتر ولا ازيد. ونخلي بالنا من الملح لان احنا معانا بسطرمه حادقه وعندنا سجق حادق والجبنه الرومي والشيدر حادقه، فنظبط ملحنا مع بعض تمام. كده يا حبايبي بقى احنا عملنا المكرونه اهي خلاص سلقناها. هنحط بقى هنا كده اهو تمام، وبعد كده هنحط الحشو بتاعنا. ده السجق زي ما قلت لكم. هعمل ايه؟ نص كده فيها سجق او هوزعها عشان تبقى في كل الطعم يبقى متشابه زي ما انتم شايفين كده. وهنحط مع بعضينا قطع البسطرمه بالطريقه دي كده. احنا حطينا البسطرمه والسجق، طبعا الحشو زي ما قلنا اي حاجه زي ما انت عايزه. طبعا بقى هنمسك بقى الجبنه الرومي المبشوره اهي كمان اهي. جبنه الرومي لما بتسيح في المكرونه بتدي طعم رهيب تمام اهي. وهنحط بردك شيدر وحاجه خفيفه قوي من الموتزاريلا. لسه هنعمل ايه بقيه المكرونه فوق التانية. هننزل بقى بالمكرونه التانية دي كده تمام. هنعمل ايه بقى؟ ده الملح اللي زي ما قلت لكم، اللبن اللي بالملح بالبهارات هنسقيها لبن كده من غير ولا بشاميل ولا الكلام ده. طبعا والمكرونه يعني نص سوا شويه تمام. هنبتدي بقى نحط على الوش بقى تاني رومي كده خفيف وجبنه الشيدر كده وننزل بالموزاريلا. طبعا اللي حابب يحشيها سوسيس زي ما تحبي تمام. وهندخلها بقى الفرن ونرجع لكم. ده بقى الشكل النهائي بعد ما خرجت من الفرن. قعدت في الفرن تلت ساعة اهي، جميلة تحفة جدا. هي سخنة هقطعها لكم هي سخنة بقى، بس ممكن تبرد شوية بقى كده نقطعها تمام اهي. يا رب تكون عجبتكم وجربوها هتعجبكم قوي. هقطعها معاكم واوريها لكم.
هنا بقى بعد ما قطعناها بصوا عامله ازاي، ولبن بقى مديها طراوه وسريعه وخفيفه. يا رب اكون نلت اعجابكم، وهتكون المكرونه دي عجبتكم. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. وما تنسوش بقى حبايبي اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، قناه منوعات غاده شعراوي. اسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة منوعات غادة شعراوي. النهاردة هنعمل عشاء خفيف كده، السجق بطريقة تانية كده. أنا عملت معاكم السجق قبل كده. أنا هنا مقطعة السجق وحطاه في الطاسة ينزل مدة الدهن بتاعته، وزي ما انتوا شايفين اهو السجق زي ما هو. أنا سايباه ينزل الدهون اللي فيه عشان أحمره بيه. تمام. بصوا بقى المية اللي نازلة منه والدهون زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هنديله تشويحة كده على طول على النار، وهنشوف هنعمله ازاي مع بعضينا. قلبناه على الناحيه التانية اهو، اديته وش والنش التاني، ولسه زي ما هو زي ما قلت لكم اهو. ينزل نسبه الدسم اللي فيه اهي. دي على فكره اللي موجوده في السجق. انا لسه ما حطيتش اي حاجه ولا اي توابل ولا اي حاجه. ماشي. هنشوحه كده على الطاسه، ونكون معانا بقى محضرين، معانا فلفل متقطع وطماطم وبصل. البصل بقى عندي هنا مبشراه، قطعته كده بسرعة بالمبشرة عشان بقى يكرمل بقى في السجق ويدي طعم خطير جدا جدا. تمام. ومعانا بردك السجق على الطاسة، الناحية التانية بيتحمر. تمام. زي ما قلت لكم بردك ان هو ايه بينزل مادة الدهن منه. او السجق ده بصراحة كان فيه نسبة دهن عالية شوية. تمام. بديله بقى كده اقلبه كده واديله تشويحة. تمام. هو هيتحمر في سمنته، فطبعا هيديله طعم حلو. والبصل هنا خد تشويحه، انا مقللينه شويه البصل هنا. تمام. وبعد كده حطيت الفلفل، وبعد كده الطماطم الخضار. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين بصوا وصل اتحمر ازاي. اتحمره بقت جميله ومديه طعم. طبعا بقى انت زي ما انت حابه بقى تحطيه بالسمنه بتاعته دي بتاعه السجق نفسها براحتك. تمام. هنا بقى يكون اسيبها شويه مع فنجان ميه كده تتسبك شويه، واحط عليها فلفل اسود ورشه ملح خفيفه جدا، لان السجق بيبقى ايه فيه نسبه ملح. شايفين بقى المنظر؟ على ما اظن بقى يجوع جدا جدا جدا. تمام. شايفين المنظر عامل ازاي بقى؟ واو واو واو. انا وانا بسجل الفيديو معاكم جعت. منظره جميل جدا وطعمه كان رائع. زي ما قلت لكم رشه ملح خفيف دايما في السجق، وفلفل اسود، والتوابل بتاعتك. يعني لو في توابل او نكهه معينه حباها في اكل معينه بتحطيها. عملنا المكرونه والسجق والسلطه، وبألف هنا وشفا عليكم. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم، وتكون عشوة خفيفة او غدوة خفيفة على قلوبكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. واسيبكم في رعاية الله وحفظه وامنه. باي باي. ده بقى فيديو تشويقي. هو موجود عندي في القناة، اصل الفتة محدش بيقدر عليها بصراحة يقاومها. يعني العيش المقرمش المتحمص بالشوربة بالدقة الخل والثوم على الرز الابيض الجميل، وخش بالصلصة الجميلة وجمالها بقى وطعمها. مفيش حد ما بيحبش الفتة المصري. وننزل باللحمة، طبعا تفاصيلها في القناة، قناة منوعات غادة شعراوي. يلا بقى الفيديو اللي بعد ده فيديو مشوق جدا جدا جدا. يلا بينا على الفيديو اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من قناة منوعات غادة شعراوي هنعمل معاكم اللازانيا. هنعمل مكرونة اللازانيا. جايباها من الملكة، هجربها معاكم. بتاعت الملكة دي أول مرة. طبعا معانا اللحمة المفرومة والبصل، دي اللي هي اللحمة هنتبلها، وتوابل اللحمة. معلقة ملح ما تكونش كبيرة قوي، معلقة صغيرة بابريكا، 4 حبات اللي هي الكوبيبة الصيني، نص معلقة كزبرة، وممكن دي اختياري تحطيها او لا، انا بحبها. بهارات مشكلة، اللي هي 7 بهارات، معلقة توم، معلقة بصل، معلقة فلفل اسود، وزي ما قلت لكم الملح. تمام. دي البهارات بتاعتنا بتاعت اللحمة. وبصلتين بشراهم. تمام. شايفاهم كتير اعملي اقل على حسب ما انت حابة، بس اللحمة بتبقى طعمها حلو بالبصل، بيبقى البصل فيها كتير بيبقى حلو. وطبعا للحشو في اللازانيا معاه جبنه ايطاليانو، موتزاريلا،
ومعايا للبشاميل دول نص كيلو شويه 3 كوبايات لبن، ومعايا شويه كمان هحطهم لبن بخيره على لبن بلدي. تمام، يعني ده نص شويه. تمام، وكوبايه دقيق هناخد منهم 3 4 معالق. هنشوف كده واحنا بنعملها على النار معاكم، عشان احنا عايزين اللي هي خلطه بتاعه البشاميل دي، يعني خلطه البشاميل تكون خفيفه ما تكونش تقيله. تمام، هنخلص كده معاكم. نبتدي معاكم نعمل اول حاجه اللحمه. يلا بينا. كده انا حطيت البصلتين في الحله على النار، وحطيت معلقتين زيت ومعلقه سمنه او زبده زي ما تحبي. طبعا انا ما عنديش فلفل رومي متوافر، وانا بحب الفلفل الرومي جدا، وكمان هيبقى طعمه حلو. فطبعا انا مش عندي دلوقتي، برضك كله شغال، هتمشي وتبقى تمام، بس لو في فلفل رومي هتبقى احلى. هنقطعهم معاهم وفصين توم فريش. انا كده كده حاطه توم باودر فهستغنى عنه. تمام، اللي حابب يحط التوم ما عندوش توم باودر ماشي، اللي ما عندوش بصل باودر ولا توم باودر ماشي. فممكن اللحمه تتعمل باقل حاجه ملح وفلفل بس، ملح وفلفل وبصل، ده على حسب الامكانيات عندي، وهتطلع تمام وتطلع طعمها حلو ان شاء الله. تمام، عامه اللحمه اصلا ما بتحبش التوابل الكتير قوي قوي، لان لا طعم اللحمه بيتغير. تمام، هنبتدي بقى اول ما تطرى البصله وتبقى صفرا نحط اللحمه والتوابل عليها. تمام، دلوقتي البصل اهو ابتدى يحمر. تمام، دبل اهو وقل لي جدا اهو. انا مش حاطه ماده دهنيه كتير، ما بحبش الدهون كتير، واللحمه كده كده فيها دهن. هنحط بقى اللحمه والتوابل. حطيت اللحمه اهي، هنصفيها كده بالمعلقه واقلبها بالبصل. نحط التوابل الاول، توابل تاني، بصل باودر، توم باودر، بهارات سبعة، كزبره، بربيكا، ملح، فلفل، وكوبيبه الصيني. تمام، هنحطهم بقى واقلبها بقى جامد كويس وارجع لكم. حطيت بقى على اللحمه بشرت طماطميه، وممكن 2، وممكن تعمليها بصلصه، تضربي طماطم في الخلاط زي ما عملناها في اللي قبل كده بشاميل معاكم انا وندى. تمام اهي ماشي، وحطيت ربع فنجان ميه. تمام، وههدي عليها بقى النار. تمام، واسيبها تستوي براحتها اما ما نعمل مع بعض البشاميل. يلا بينا على البشاميل، يلا بينا نعمل بقى مع بعضنا كده البشاميل. دلوقتي احنا حاطين في الحله معلقتين زيت ومعلقه سمنه. تمام، كده انا حطيت 5 معالق بالظبط. الكوبايه دي اهي طلعت 5 معالق من المعلقه الكبيره، 5 معالق. ولو عوزنا دقيق تاني هنحط، بس انا ماليش ليها تقدير ايه معينه، يعني الحله بس واسعه شويه اهي. هحمر الدقيق وبعد كده هنزل عليه باللبن واقلبه، وانزل اللبن حبه حبه واقلبه بسرعه. طب كلكع مني ما عرفتش اقلبه، باظ، ما بعرفش اعمله، اروح حاطه اللبن فيه، واول ما يستهدى شويه واللبن هيبقى ساقع كده كده، وانا هطفي عليه النار بعد ما الدقيق يتحمر، اروح ضايفه اللبن واروح ضرباه في الخلاط ومرجعاه التاني على النار بيتقل، احط له التوابل بتاعته والبيض. عملتهم معاكم قبل كده وعملت معاكم اللحمه قبل كده. فيلا بينا نحمر الدقيق وبعد كده نحط اللبن وارجع لكم. كده انا وريتها لكم عملي اهي بكلكعه اهي. انا ممكن كنت اعمل كده 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 بسرعه على النار، كانت بتفك معايا وبتفك معاكم اهو. تمام، لا انا بقى ما بعرفش اعملها اهو ومكلكعه مني. اعمل ايه؟ هروح ضربها في الخلاط وراجعه متبلاها معاكم. يلا بينا في الخلاط زي ما قلت لكم، وهنحط مع بعضينا اهي المرقه. حطيت مكعب مرقه فاين فودز، هنضربه في الخلاط ونحطه في الحله. تمام، كده انا ضربته في الخلاط معاكم اهو. بص، ولا اسهل ولا احلى من كده. تمام اهو، شايفينه عامل ازاي اهو. تمام، هنتبله بايه بقى؟ بيضتين وملح وفلفل ورشه بربيكا. هنضربهم كويس ونحطهم على الايه، على على الخلطه بتاعه البشاميل المحطوط فيها مرقه اللي احنا ضربناها معاكم في الخلاط. ضفت البيض اهو وقلبت كده بسرعه. اول ما نزل فيه هو كده كده مش سخن، بس معلومه لو ده سخن وانت بتنزلي البيض لازم تقلبي بسرعه عشان البيض ما يتجمدش ما يستويش يعني. تمام، انا قلبته جامد كده اهو. هديله غلوه بسيطه كده على النار، وايه انا عايزه قوامه يبقى سايل كده. هقول لكم مش هنتقله زي البشاميل المكرونه. ليه بقى؟ هقول لكم دلوقتي لما نيجي نعمل اللازانيا. تمام، ان شاء الله تبقى احلى لازانيا معاكم اهو.
هنديله بس كده تسخينه خفيفه كده على النار. طب افرض تقل منك، افرض تقل منك، او الخمس معالق بالنسبه للدقيق بتاعك احلى، انا كل واحد ودقيقه، فدي بتاعك تقل على طول، يبقى انت هتعملي ايه؟ تزودي ميه، تزودي لبن، عندك لبن زودي، عندك ميه زودي، ما عندكيش لبن خلص زودي عشان ما يتكلفش كمان معاكي قوي، حطي ميه. تمام. عايزينه قوامه يبقى سايل كده، اول ما يدفى كده على النار هطفي عليه. يلا بينا نبتدي بقى. هنحط شويه زيت كده صغيرين نعمل بيهم الصينيه كده اهو. من الحروف كده من الجناب، مش عارفه باين كده اهو. تمام. وهنفتح بقى مع بعض اللازانيا. فتحت اللازانيا اهي، منظرها اهي اللي عايز يشوفها. دي بالملكه، اول مره اجربها. ماشي. وادي تمام. عملنا الصينيه اهو. هنحط بقى عندنا البشاميل اهو. هو بقى قعد تقيل شويه بس احنا عايزينه خفيف. ليه بقى عايزينه خفيف؟ لان احنا اللازانيا هنحطها زي ما هي، هنحطها نيه، لان لو سلقناها هتبوظ مننا وهتعجن. تمام. هنحطها نيه. حطينا دلوقتي زيت في الصينيه، ونحط بشاميل. تمام. ونبتدي بقى نرص. طبعا هي لما قعدت هديت شويه عشان انا اديتها غلوه على النار، عملت الكركعات، بس بتتفك اهي عادي ما فيهاش مشكله. ماشي. بس هي قوامها كله ايه؟ مفكوك. تمام. هنبتدي بقى بسم الله، هنرصها كده مع بعضينا اهي. بسم الله. تمام. رصيناها بالمنظر ده اهو. تمام. دي اللحمه اول ما خرجت اهي. تمام. اوريها لكم. احنا زي ما احنا قلنا كده، احنا رصينا اهو اللازانيا. تمام. ممكن نجيبها كده في الجنب ونعمل ايه، نجيب واحده ونكسرها وحطينا اهو 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 اهو. تمام. بص بقى شكل الصينيه اهي. خدت 5، 1 2 3 4، وواحده متكسره بالعرض، وهي واصله هنا للاخر اهي اهي اهي. تمام. هنحط بقى اللحمه بتاعتنا اهي. اللحمه حطيناها بالطريقه دي. تمام. هنحط بقى عليها الموتزاريلا، وحطينا الجبنه اهو. تمام. المنظر اهو. حطينا ايه؟ الجبنه واللحمه. تمام. هنبتدي بقى هنروح منديلها طبقه بشاميل تاني، وتكون سايله. ليه تكون سايله؟ عشان هي دي اللي هتسوينا اللازانيا اهو. تمام. هنحط بقى اللازانيا الطبقه التانية. هنحط بقى الطبقه التانية اهو. 2 3 4، ومكسرين واحده اهي. نحطها هنا كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، بالمنظر ده اهو. نعيد اللي احنا عملناه تاني. هنحط اللحمه، حطينا اللحمه والموتزاريلا تاني طبقه اهي. وهنحط البشاميل اهو. طبقه البشاميل تاني اهي. ورز اللازانيا نعملها المره دي العكس اهو. بالمنظر ده. جبتها المره دي الناحيه دي على الصينيه من الناحيه دي اهي اهي، من الناحيه دي. والحته الفراغات اللي ناقصه في الصينيه دي هنكملها بالمكسر اهو. كسرنا واحده اهي، نكملها كده كده اهي. تمام. هنخلصها بقى كلها ونقولها لكم في الاخر.
عملت معايا كده 3 طبقات. بعدها عملت طبقه عليها لحم وجبنه، والطبقه اللي بتغطي من فوق. وبعد كده دي ظبط معايا بالظبط زي ما قلت لكم 5 معالق. وتكتري طبعا، لو طلت معاكي زودي ميه او لبن، المهم تكون سايله بالمنظر ده كده اهو. واضح لكم؟ مش عارفه في الكاميرا ولا انا بحرك الصينيه. المهم هي سايله بالمنظر ده اهو، كده اوضح اهو، سايله بالمنظر ده. تمام. وبين طبقه وطبقه هحط لحمه، واحط موتزاريلا وخلطه البشاميل. دلوقتي خلاص احنا حطينا الطبقه الاخيره اللي هي الغطا، وحطينا فوقيها خلطه البشاميل. هنحط بقى عليها الجبنه الموتزاريلا. دلوقتي بقى احنا حطينا الموتزاريلا اهي من فوق. عندك جبنه رومي رشي، جبنه شيدر مع الموتزاريلا، تمام قوي. تمام كده. هنسيبها بقى شويه كده بتاع 10 دقايق قبل ما تخش الفرن تشرب العجينه من الميه بتاعه البشاميل اهي، اللي هي خلطه البشاميل. نسيبها شويه عشان تستوي معانا كويس. سيبها تشرب شويه وندخلها معاكم الفرن على درجه 180 في الشبكه، في الرف اللي في النص او فوق شويه. ما تولعيش الشوايه من فوق، هنحطها زي ما كده في الفرن من فوق، وهنولع الفرن من تحت على درجه 180. هقول لكم خدت وقت قد ايه في الفرن، واما تطلع هوريها لكم. وادي اهي اللازانيا خرجت معانا من الفرن. خدت بالظبط معايا 25 دقيقه في الرف اللي في النص. مولعتش عليها الشوايه الا في الاخر خالص خالص خالص. هي فاتحه بس هي في الكاميرا غامقه شويه. ماشي تمام اهي. ممكن تكون الاضاءه كده اهي من قريب. هنستهدى بس تستهدى شويه كده اهوت معايا، تبرد تهدى شويه عشان اعرف اقطعها واوريها لكم في الطبق اهي. بعد ما خلصناها وطلعت من الصينيه اهي، طبقاتها اهي، عامله طبقات اهي اهي. وانا بخرجها بردك اهي الناحيه التانية. انا بوريكم كل الجناب على اساس ان هي مستويه جدا 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 والله، ولا نيه. وانصح اي حد باستخدام الملكه ديت. خدت في الفرن زي ما قلت لكم 25 دقيقه. وتابعيها بردك. انت اول ما تدخلي السكينه وتخش وتطلع سهله، مفيش حاجه يعني تقف معاكي، يبقى هي كده استوت خلاص. وطلعت لكم هنا قطعه اهي عشان بردك تشوفوها عن قرب. تمام. وهوريها لكم بردك من جوه والطبقات بتاعتها. هي الملكه بصراحه طلعت جميله، مكرونه كويسه. وهي بصوا بصراحه انا بردك رايي فيها، هي عامله زي المكرونه البشاميل بس بشكل تاني. بس يعني فاهمه، بس هي بتبقى تغيير بردك. وبردك زي ما قلت لكم هي مغذيه، فيها جبنه وفيها لحمه، وفيها طبعا اللحمه حاطين فيها بصل. يعني الوجبه بردك اي حاجه في البيت بتبقى جميله. انا طبعا سبتها هنا لما هديت خالص عشان اقدر اعرف اقطعها لكم. وزي ما انتوا شايفينها اهيت، طبقاتها جميله. وهي الملكه تحفه بصراحه، الملكه جميله. وانا رايي فيها برضك ان هي عامله زي المكرونه البشاميل بالظبط، بس بشكل تاني وبطريقه مختلفه. وبرضك حاجه البيت كويسه، بتبقى نظيفه، فيها غذاء برضك للاطفال، وفيها لبن وفيها جبن وفيها لحمه. ف يعني مكرونه الملكه حلوه يعني كلازانيا. طبعا بتفرق المستورده عن دي، بس دي على قد ايدنا هنا وحلوه. يا رب بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب قناه منوعات غدا شعراوي. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة منوعات غدا شعراوي. النهاردة هنعمل وجبة جميلة جدا هتنفع كمان الأطفال في المدارس. دلوقتي أنا معايا طاسة فيها معلقتين زيت كبار، ومعايا فلفل ألوان أخضر أحمر أصفر. معايا 4 بيضات حط عليهم رشة ملح خفيف وفلفل أسود عشان الزفارة. طبعا البيض كميته على حسب الطاسة اللي انت هتعملي بيها، فممكن يزيد عن كده كمان. تمام. بس انا برضك بعمل المتوفر عندي. وهناخد شويه جبنه موتزاريلا صغيرين مش كتير، الحاجات المتوفره عندك في البيت. الحشو ده بتاعك انتي، وممكن تعمليها اقتصاديه على حسب الظروف، بس خدي الفكره دي وانتي الحشو بتاعك انتي. انا هنا حاطه لانشون حلواني. لانشون حلواني بيدي طعم جميل جدا، واكيد احنا بنجيبه عشان المدارس. مع ان احنا لينا سمعنا اقاويل كتير على اللانشون وان هو بيبقى خطر بردك، بس الواحد بردك نفسه بصراحه. يعني انا بحب اقول لكم المعلومه اللي انا يعني المفيده. في ناس بتعمل اللانشون في البيت، بس طبعا بتاع بره لا يعلى عليه. هكون صريحه معاكم. تمام. اول حاجه هنبتدي بقى الوصفه بتاعتنا. هنحط الزيت، هنشوح فيه الفلفل الالوان. هننزل بالفلفل الالوان على معلقتين الزيت. تمام.
يا دوبك بس ايه يطرى معانا كده شويه بالمنظر ده، ما حطيتوش على النار كتير، ثواني مش دقايق كمان، ثواني. وبعد كده اول ما عمل كده طري كده شويه شوحته، نزلت عليه باللانشون، وبعد كده فردته في الصينيه زي ما انتوا شايفين اهو، اللانشون بالفلفل، وحطيت عليه حلقات الزيتون. تمام، ما تزوديش برضك كتير عشان ما تحدقش مني. وبقى محضره البيض، حطيت عليه الجبنه الموتزاريلا وقلبتهم مع بعض. البيض طبعا انت بتزوديه على حسب الصينيه اللي انت بتعمليها والامكانيات اللي عندك. كون صريحه برضك معاكم، الصينيه دي محتاجه بيض اكتر من كده، بس ده اللي متوفر عندي، وطلعت جميله جدا برضك. ما بقلبهاش بعد البيض بالموتزاريلا، ما بقلبهاش. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هنحطها بقى في الفرن تاخد تشميعه كده والبيض يستوي ونطلعها. انا طلعتها على طول من بايركس، نزلت زحلقت على طول، بايركس جميل بصراحه. بصوا عامله ازاي، وهوريكم سمكها دلوقتي. طبعا بس البيض لو اكتر كان هتبقى احلى واحلى، بس انا بقول لكم بص 4 بيضات عملت لي صينيه قد ايه. يعني بكره ممكن بردك توفر معاكي لاولادك مثلا، وبردك بتحط لهم ممكن القطعه كده ياكلوها بالشوكه في اللانش بوكس او في فينو. هو انا شفتها ان دي بردك بيعملوا بيها مشاريع، اللي هي يعني بيبيعوا سندوتشات في الشارع بيها وكده، وشايفين عامله ازاي، بتدي طعم جميل جدا. دي لما تتحط في سندوتشات الفينو خطيره خطيره. جربوا الوصفه دي، وانا قاعده بدوقها ومش مستحمله، انا وندى صاحبتي كانت معايا. تمام، عايزاكم بقى عشان خاطري تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي ايه رايكم. تمام، مش عايزه بقى اطول عليكم اكتر من كده. يا رب تكون وصفتي خفيفه، ويا رب تعجبكم وصفتي دي. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، قناه منوعات غاده شعراوي. واي وصفات بقى عايزينها مني تكتبوا في الكومنتات او اي سؤال وانا هرد عليكم باذن الله. باي باي، اسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. باي باي حبايب قلبي، يا رب كنت خفيفة عليكم النهاردة، وشكرا جدا 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 ان انتوا اتفرجتوا الفيديو لحد دلوقتي. وما تنسونيش زي ما قلت لكم ان انتوا تعملوا لي لايك للقناة، واكتبوا لي في الكومنتات كل ارائكم، وانا بحاول اطور من نفسي على قد ما اقدر، واتمنى اكون عند حسن ظنكم في الوصفات. كلنا بنسعى للافضل، وانا اي حاجة يعني ان شاء الله يعني هعيد معاكم فيديوهات تانية كتير عملتها الاول. ممكن تكون تصويري ما كانش كويس معاكم، ما كنتش عارفة اوصل المعلومة كويس. زي ما انتوا شايفين ان كلنا بنتعلم وبنتطور. يا رب بس اكون قدرت افيدكم ومبسوطين معايا، زي بقى ما عملت طبعا معاكم وصفات للاكل. انا عايزه اعمل معاكم وصفات تكون خفيفه او يومي البسيط في الدايت. عايزين نبتدي دايت كده مع بعض ونشجع بعضينا. تمام، انا طبعا عملت لكم كل الوجبات الشهيه اللي بتتخن وبتسمن، يعني ديكوا شايفين الفينو وجماله وده كان طعمه جميل جدا، والحلقه موجوده عندكم في القناه. بس بصراحه الاكلات دي كلها يعني مغريه جدا جدا جدا. طبعا بقى عايزين نلم نفسنا بقى شويه ونعمل دايت مع بعضينا ان شاء الله. بقى ايه، طبعا ما ينفعش اقول لكم دايت بقى ومنظر الفطير والبيتزا والكلام ده، بس انا بقى بحب اقفل معاكم الفيديو. وشكرا قوي ان انتوا كملتوا الفيديو معايا للاخر. بس زي ما انا قلت لكم انتوا بصوا منظر الاكل تحفه وجميل، وبرضك في يوم الفري هنعمل كل اللي نفسنا فيه. بس طبعا معانا اطفال، معانا ازواجنا، لازم نعمل كل الاصناف، عندنا عزايم، فانا بعمل على قد ما اقدر. يا رب اكون بس نلت رضاكم ووصفاتي عجبتكم. ان شاء الله هنحاول ننزل مع بعض بفيديوهات للدايت وتحفيز مع بعض، ويا رب يا رب بس نكون قادرين ان احنا نعمل حاجه كويسه، وتشجعوني كده وانا هتشجع بيكم باذن الله. وهقول لكم ايه بقى غير ان انتوا هتوحشوني قوي. وشكرا جدا جدا ان انتوا شفتوا الفيديو للاخر. واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. باي باي.